أثبتت الجزائر مرة أخرى علو كعبها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تحدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه مع وسائل الإعلام وبلهجة صريحة خونة العرب، وعلى رأسهم نظام المخزن المغربي الذي يقود حملة لإفشال مساعي 17 دولة عربية تؤيد عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، حيث أكد رئيس الجمهورية أنه من المستحيل عزل سوريا عن محيطها العربي وحرمانها من حقوقها، مغلقا بذلك الباب في وجه الخونة. وبالرغم من أن المغرب الذي يفتقد لأدنى القرارات السيادية قد أبدى رفضه لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بسبب الأحداث التي تعرض لها الشعب السوري خلال العشرية الماضية، إلا أن وسائل إعلام دولية تابعة لأسياده قد كشفت أكاذيب نظام المخزن، مؤكدة أنه يحاول ابتزاز نظام بشار الأسد، اعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الجمهورية العربية الصحراوية. وإن كان نظام المخزن يرى بعين العطف ما تعرضت له سوريا، فكيف له أن يغفل عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم الكيان الصهيوني، ويعلن عن فسخ اتفاقيات التطبيع التي لن تزيده إلا مرارة وألم.